مشاهدي الكرام، اهلا بكم الى احوال الطقس. اذا تتوالى سلسله التغيرات الجويه، اذا غدا بحول الله سحب كثيفه ستميز السواحل تكون اكثر حده واكثر كثافه بالمناطق الداخليه للوطن. الشمس بشمال الصحراء حتى الجنوب الغربي للوطن، اما وسط الصحراء اقصى الجنوب الرعود ستكون في الموعد. بالنسبه لدرجات الحراره الدنيا لامسيه اليوم وصبيحه الغد بحول الله نرتقب 13 هنا بالعاصمه بومرداس، تيزي وزو حتى المسيله الجلفه مرتفعات الأوراس، 24 بغرداية، 18 بتندوف، 27 بوسط الصحراء وإليزي، 28 بأقصى الجنوب. بالنسبة لدرجات الحرارة القصوى ليوم غد بحول الله نرتقب 23 هنا بالعاصمة، 22 بمستغانم ووهران، 23 بتلمسان وكذلك النعامة، 36 ببشار، 34 بتندوف، 42 بوسط الصحراء، 41 بأقصى الجنوب. حالة البحر هائج خاصة على مستوى السواحل الوسطى والغربية للوطن، سرعة الرياح تصل حتى 50 كيلومتر في الساعة، قليل الاضطراب على السواحل الشرقية، سرعة الرياح لا تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. جولة خاطفة إلى بعض عواصم العالم بالتحديد إلى آسيا، حيث الأمطار ستتواصل على جاكرتا، سنغافورة وبانكوك. الشمس تكون بنيودلهي وكذلك بكين، أما درجات الحرارة تصل ببكين 23، نيودلهي 36، بانكوك 31، سنغافورة 28، جاكرتا 32 درجة. نختم معكم الصفحة الجوية بالمعلومات الفلكية الخاصة بشروق وغروب الشمس للجزائر العاصمة وضواحيها. الشروق يأتينا في حدود الساعة 6:45، أما الغروب على الساعة 6:28. أكثر تفاصيل تبقى عناوين مصلحة الأرصاد الجوية في الخدمة. نشكركم على المتابعة، أمسيتكم طيبة وإلى اللقاء.